السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة اليوم. ان شاء الله غنشارك معكم هذه البيتزا الرائعة السهلة التحضير بالدقيق ديال الزرع، الدقيق الكامل بنخالته بكل شيء ديالو. غادي نعجن هاد لي بات ديال البيتزا وغادي تجي هشيشه وكتذوب في الفم. والمقادير بطبيعة الحال انا مصايبها هنا بخوي دماغ، يعني بالسمك، ولكم الاختيار ديروها باي حاجه. المهم وهو الدقيق ديال الزرع. عندي هنا نص كيلو ديال الطحين ديال الزرع مع شويه ديال الزعتر مع شويه ديال الملحه مع واحد المعلقه ديال الخميره الفوريه. كيف ما كتشوفوني انني دائما كنخلطها في واحد الكاس د الماء وكنخليها تفاعل. وعندي نص كاس ديال الزيت البلديه غادي نرمل به داك الطحين ديال الزرع، غنرملو مزيان بحال اللي كنبسبس هذيك السميده ديال الحرشه، بحال هكاك حتى يترمل لي الطحين كامل. نتاكد منه انه مترمل بالزيت. ومن بعد غادي نضيف داك الكاس ديال الماء مع الخميره صافي. ولا بقى خاصني الماء نزيد الماء. المهم ان العجينه خاصها تكون خفيفه. استمريت في الدلك لان في الاول ربيتها قاصحه، اما راه ممكن الا ربيتوها خفيفه شويه ممكن انكم ما تعذبوش راسكم معاها. ما تحتاج لا دلك لا حتى شي حاجه، لان عندنا مبسبسه بالزيت فما تحتاجش الدلك وما تحتاجش صعوبه نهائيا في العجين. صافي وكنخليوها حتى كترتاح واحد شويه وكتختمر واحد شويه على ما كنكونوا وجدنا المكونات اللي غادي نديروا بها. لاصوص طوماط انا مطيبه. لاصوص طوماط كنحيد لها الزريعه كنحكها، ومن بعد كندير لها شويه ديال الثومه شويه ديال الزعتر شويه زيت بلديه مليحه يبزر، وكنديرها فوق البوطه حتى كتشحر مزيان وكتوقف ما كيبقاش فيها الماء نهائيا. ومن بعد عندي هنايا شويه ديال الكروفيت شويه ديال المعدنوس طون وشي حبات ديال الزيتون اللي غادي نزين بهم من الفوق وشويه ديال السمك السالومو. صافي وغادي نجيب لي بات ديالي. بطبيعه الحال انا ما طيبتهاش هنا نص طيبه لان عندي الحوت ما طايبش. ملي كيكون عندنا لا داند مشحر ولا كيكون عندنا الكفته مشحره ديك الساعات كنطيبوا لي بات نص طيبه وكنخرجوها نديروا فوق منها لاصوص طوماط لان حتى لاصوص طايبه، وكنديروا فوق منها المسائل الاخرى باش ما كنا غادي نعمروها يا بالطون يا بالكفته مشحره يا بلا داند يا باي حاجه. بما انه انا عندي هنا الكروفيت ما طايبش والسالومو ما طايبش، فعادي يعني انا غادي ندير العجينه باقا خضراء وغادي ندير المكونات كامله فوق منها وغادي ندخلها للفران. غادي طيب هي والسمك في مره واحده لان حتى العجينه انا عندي رقيقه فما غتاخذش مني بزاف ديال الوقت انها طيب. درت كيف ما شفتوا كروفيت هو الاول، درت سالومون، درت شويه المعدنوس، درت الطون، درت المعدنوس قلتو صافي ودخلتها. من بعد ما طابت لي طاب كلشي، طابت لي بات وطاب الحوت ديالي. صافي دابا غادي نخرجها، غادي نرشها مزيان بهذا الفرomاج وغادي نردها للجهه السفلى باش يتغطينا لي داك الفرomاج باش يذوب. وجدت معها واحد الشوربه ديال السمك حتى هي، وصحه وراحه. شكرا.